كده ان علي معلول مزاجه رايق وشكله عايز يسيب حد من اللعيبه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا مصطفى خليفه من برنامج جيب جول. ومباراه دور النصف النهائي اهلي والترجي التونسي فين؟ في رادس. والفرصه بتيجي مره واحده يا اهلي. تعالوا نشوف ليه الفرصه بتيجي مره واحده. النادي الاهلي داخل بنفس كبيره هذه المباراه لانه كسب نادي الرجاء 2-0 وتعادل معه على ارضه في مباراه كبيره، وكمان ده راح في السوبر وكسب نادي بيراميدز عشان يبقى راجع بالكاس السوبر وداخل بنفس كبيره. الاهلي اللي عاد كولر تنظيم خطوطه وادائه في الملاعب المصريه والافريقيه. كولر عمل طفره الفتره اللي فاتت للنادي الاهلي ودي تحسب له. اعاد لعيبه كتير لمستواها. الاهلي في ماتش الرجاء اللي فات على ارض الرجاء كان منظم دفاعاته ولعب في السيف سايد. هل النادي الاهلي هيعمل كده بكره؟ وانا اعتقد ان هو هيعمل كده بكره عشان كولر هيبقى عايز يامن الحته دي كلها. وانا شايف ان المرتدات بكره تبقى سلاح قوي بالنسبه للنادي الاهلي، لان الترجي بكره هيبقى على ارضه فغالبا هيبقى فاتح الخطوط تمام. وزي ما اتكلمنا ان الدفاع فيه شويه مشاكل عند الترجي الفتره اللي فاتت دي، زي ما قلنا ان هم ما كسبوش غير ماتش واحد من الاربع ماتشات اللي فاتت، والترجي اللي خرج شباب القبائل بماتش صعب وكسب 1-0. الترجي عنده مشاكل كبيره، بس قبل ما نطلع على المشاكل دي خلينا نتكلم على نقطه مهمه، ان احتمال كبير بكره ما يبقاش فيه جمهور في الماتش. لمين؟ للترجي في تونس. الترجي عنده مشكله كبيره ان معاذ بن شريفيه اللي هو الحارس الاساسي بتاعهم، اهم عنصر في اللعب كله، مش هيبقى موجود بكره. وايه كمان، الترجي المركز الخامس في الدوري التونسي. بس فنيه سريعه كده حابب اكد عليها، ان الباك الشمال عند نادي الترجي بيتقدم كتير بس ارتداده بطيء جدا، فبيرستاو ومحمد هاني يبقى عليهم دور كبير جدا بكره في ان هم يستغلوا المساحه الكبيره اللي ورا الباك الشمال بتاع نادي الترجي. معاكم برنامج جيب جول، انا مصطفى خليفه. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك وشير للحلقه، ولو انت مش مشترك في القناه يلا انزل اشترك بسرعه. سلام.